انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. الفيلم بيبدأ في سوق سمك في باريس، في ست حامل على الآخر شغالة هناك، بتولد فجأة ولد صغير، كل أولادها اللي قبل كده كانوا ميتين، فبتفتكر إن ده كمان مات، علشان كده بتحدفه وسط كومة سمك بايت وترجع تكمل شغلها. بس أول ما الطفل بيشم ريحة السوق اللي تقطع النفس بيعيط بصوت عالي، كل الناس اللي في السوق بيسمعوه، وفجأة يتهموا الست إنها بتحاول تقتل ابنها. هي بتحاول تهرب بس بيمسكوها فورا وبيعدموها. بعد كده بياخدوا الطفل ويحطوه في ميتم بتديره ست اسمها مدام جيار. السنين بتعدي والطفل بيكبر وبيكون عنده 5 سنين واسمه جان باتيست جرونوي. عنده موهبة فريدة، حاسة شم خارقة بتخليه يقدر يميز أي ريحة. جان يقدر يحدد ريحة الحيوانات، الفواكه، الحاجات بس من ريحتها حتى لو كانت بعيدة. ولما بيتم 13 سنة مدام جيار بتبيعه لورشة دباغة ب5 جنيه. الست العجوز كانت مبسوطة إنها كسبت قرشين، بس الفرحة ما كملتش، 2 حرامية قتلوها وهي راجعة بيتها. أما جان فبقى بيتعلم الشغلانة على إيد راجل ضخم ومرعد اسمه جريمال. الحياة في ورشة الدباغة كانت صعبة جدا، العمال بيشتغلوا 12 ساعة اليوم، بس جان أثبت إنه جامد وما بيستسلمش وبيفضل شغال بكل عزيمة. بعد كذا سنة شغل، جريمال بيرقي جان وبيخليه صبي مشاوير، بياخدوا معاه للمدينة وبيتنقلوا من محل لمحل علشان يسلموا الطلبات. وجان وهو ماشي وسط الزحمة في الشوارع ساب مناخيره تشم كل الروايح اللي حواليه، انبهر بالكمية المهولة من الروايح، الكويس منها والوحش. وبعد شوية جريمال كان لازم يحضر اجتماع في واحد من المحلات، فساب جان لوحده. الواد استغل الفرصة وساب مناخيره تدله على محل برفيوم قريب. المحل مليان زباين جايين يشتروا برفيوم جديد اسمه أمور أمبيسيشي، بس جان اتشتت فجأة لما شم أحلى ريحة شمها في حياته، اتشد ليها فورا وجري ورا مصدر الريحة. يكتشف إن الريحة جاية من بنت حلوة شعرها أحمر وبتبيع برقوق. بيمشي ورا ريحتها لحد ما يلاقيها قاعدة في حارة، قاعدة على ترابيزة. جان يجي من وراها ويبدأ يشم ريحتها في هدوء، وفجأة هي بتلف وبتبص له في وشه. اتخضت وكانت هتصرخ، بس جان بسرعة حط ايده على بقها. بيسمع حد جاي فيسحبها ويدخلها في الضلمة. زوجين بيعدوا من المكان وجان يستنى لحد ما يمشوا، ولما أخيرا سابها يكتشف إن بالغلط خنقها وماتت، بس بدل ما يتصدم من اللي عمله، جان بيبدأ يشم جسمها من أول رأسها لحد رجليها زي حيوان مفترس جعان. بس مع مرور الدقايق الجثة بتبدأ تفقد ريحة الحياة اللي فيها، وده بيخلي الشاب يدخل في حالة نفسية صعبة. في الليلة دي في ورشة الدباغة جريمال بيضرب جان ضرب موت علشان هرب، بس جان ما كانش فارق معاه خالص لأن كل تفكيره كان لسه في ريحة البنت. وقتها بيقرر إن هدف حياته يبقى إنه يلاقي طريقة يحافظ بيها على ريحة أي حد الأبد. وفي مكان تاني في باريس، العطار الشهير سابقا جوزيبي بالديني قاعد بيشتكي من قلة الزباين من ساعة ما منافسه عمل برفيوم أمور أند بيسيشي ومحدش بيدخل دكانه تاني. جوزيبي بيحاول يائسا يعرف تركيبة أمور أند بيسيشي علشان يرجع شغله، بس مهما شم البرفيوم مش قادر يحدد كل المكونات اللي فيه، والأقدار بتلعب لعبتها. وجان يوصل عند ورشة جوزيبي في ليلة وهو جايب شحنة جلود من ورشة الدباغة. بمجرد ما دخل انبهر من كمية المكونات والروائح اللي حواليه، وفي الحقيقة قدر يعرف إن جوزيبي كان بيجرب يركب برفيوم أمور أند بيسيشي. جان قال للعطار المكونات اللي ناقصة، وحتى عرض عليه يعمل البرفيوم بنفسه. في ساعتها جوزيبي كان شاكك في كلامه بس وافق يجرب. الواد بدأ يخلط شوية مكونات ومتجاهل تماما أي قواعد تقليدية، ولما خلص جوزيبي اتصدم إنه الولد اللي جاي من ورشة دباغة قدر يعمل أمور أند بيسيشي صح من أول مرة. تاني يوم على طول جوزيبي اشترى جان من جريمال اللي وافق وهو فرحان بالمبلغ الكبير. وفي الوقت ده جان بيبدأ يشتغل كمتدرب عند جوزيبي وبيتعلم كل حاجة عن الشغلانة الجديدة. بيبدأ يعمل برفيومات خرافية واللي بترجع شهرة دكان جوزيبي من تاني. والمعلم العجوز بيقول له إن كل برفيوم حلو بيتكون من 12 نغمة، بس البرفيوم الساحر فعلا لازم يكون فيه عنصر 13 بيسيطر على الباقي كله وهو اللي يطغى على البرفيوم. تاني يوم جوزيبي بيعلم جان ازاي يستخرج عنصر الورد عن طريق الغليان والتكثيف بدرجة حرارة مظبوطة. الواد انبهر جدا من العملية دي وابتدى يجرب بنفسه.
جاب حاجات عشوائية من الشارع زي سلاسل حديد، حدوة حصان، وحتى قطة المعلم بتاعه، وحطهم كلهم في جهاز البرفيوم على أمل إنه يطلع ريحتهم. وبدري تاني يوم الصبح جوزيبي صحي على دوشة عالية جاية من الورشة. جوزيبي جري على الورشة ولقى جان منهار تماما. الولد بيصرخ فيه وبيقول له إنه كذاب علشان الجهاز بتاعه مش قادر يستخلص ريحة حاجات زي المعادن. جوزيبي ما كانش مصدق إن المتدرب بتاعه كان بيحاول يطلع ريحة من حاجات ما فيهاش ريحة أصلا. ولما جوزيبي فتح الجهاز اتصدم لما لقى إن جان حط القطة بتاعته جواه كمان. صرخ في وشه وقاله إنه ما ينفعش يستخلص ريحة كائن حي بالطريقة دي. الكلام ده كان صدمة قوية جدا لجان، لدرجة إنه فقد وعيه ووقع في مكانه. وهنا في الأيام اللي بعدها جان تعب جدا واضطر يفضل في السرير. جوزيبي حاول بكل الطرق يعالجه بس ما كانش فيها فايدة. وهو على فراش الموت جان سأل معلمه لو فيه طريقة تانية علشان تطلع الريحة غير التقطير. جوزيبي قال له على طريقة اسمها انفلوراج، تقنية ما بتتعملش غير في مدينة اسمها جراس. المعلومة دي نورت في دماغ جان وفجأة حالته بدأت تتحسن بسرعة، وفي كام يوم كان خف وبقى كويس. دلوقتي نفسه يسافر جراس علشان يتعلم التقنية الجديدة دي. المشكلة الوحيدة إنه محتاج أوراق رسمية علشان ياخد تدريب هناك. لحسن الحظ جوزيبي وافق يعمل الأوراق مقابل 100 تركيبة برفيوم جديدة. جان ما كانش فارق معاه وقعد يقول له مئات التركيبات من دماغه كده على طول. وبعد ما خلص أخد الورق ومشي من باريس. بعدها بنشوف جوزيبي رايح ينام ومعاه التركيبات الجديدة في إيده. كان في منتهى السعادة، لكن القدر كان مجهز له مفاجأة سودة. بيت جوزيبي فجأة انهار ومات هو وكل عيلته جواه. في طريقه لغراس جان أخيرا استكشف الريف، والهواء النظيف خلى نفسيته تتحسن. قرر ياخد الطريق الأطول ويمشي من خلال الجبال علشان يفضل يشم كويس. وفي الآخر طلع فوق تلة ولقى كهف واستخبى جواه. ولأول مرة في حياته ما كانش بيشم غير ريحة واحدة، ريحة الحجارة. جان قعد هناك سنين وكان ممكن يفضل أكتر من كده، لكن الأحلام عن بنت البرقوق ما سابتهوش في حاله. وأخيرا لما خرج غسل جسمه في المطر، وساعتها اكتشف حاجة غيرت حياته. جان اكتشف إنه ما عندوش ريحة خالص، وده خلاه يحس إنه مش موجود. في اللحظة دي أقسم إنه هيثبت للعالم إنه إنسان استثنائي. بعد كده كمل جان طريقه وقعد يمشي أيام، وكان خلاص قرب يوصل لغراس لما فجأة شم ريحة خرافية أحلى من ريحة بنت البرقوق. عدت عليه عربية حصان ولقى إن الريحة دي كانت جاية من بنت جميلة اسمها لورا. جان اتحمس جدا وجري بكل قوته على غراس وساب مناخيره تجله لحد ما وصل للقصر بتاعها. دخل الجنينة من ورا وقعد يراقب لورا من بعيد بيحاول يقرب منها بأي شكل. لحظة الرومانسية بتاعت جان اتقطعت لما أبو لورا أنطوان ريشي طلب منها تدخل البيت تاني. تاني يوم جان بدأ يشتغل في محل برفيوم جديد، وهناك اتعلم تقنية انفلوراك. كان تحت إشراف مدام أرنولفي وعشيقها دومينيك درو. الطريقة كانت بتعتمد على إنهم يضغطوا الورد في دهن حيواني ويغلوا في حلة كبيرة علشان يستخلصوا ريحته. في ليلة من الليالي جان قرر يروح لواحدة من اللي بيشتغلوا في الجعارة، بس بدل ما يقضي وقت معاها ضربها على دماغها بخشبة تقيلة، ولما ماتت قص شعرها وغلف جسمها كله بالدهن الحيواني، وبعدين لفاها في كماشة. بعد كذا ساعة كان بيقشر الدهن من عليها وبيدخله في عملية معقدة علشان يطلع ريحتها البشرية. جان كان فخور بنفسه جدا وحط الريحة دي في أول جزازة من أصل 13. هو ناوي يجمع كل النوتات علشان يعمل أحسن برفيوم في التاريخ. ومع مرور الشهور جان بدأ يختار ضحاياه، وغالبا كانوا بنات صغيرين وجميلين وريحتهم تحفة. كان بيقتلهم ويكرر نفس عملية الدهن واللف علشان يستخلص ريحتهم. واحدة ورا التانية قدر يخلص 12 ريحة مميزة رغم إنها ريحة ظلام وجنون. جان خلط كل التركيبات دي وعمل خلطة واحدة قوية جدا. كانت قوية لدرجة إن درو لما شمها بالغلط اتحول من راجل عنيف لشخص وديع ومطيع. جان اتحمس جدا بسبب اللي وصله، بس لسه ناقصه النوتة رقم 13، واختار لها ضحية مثالية، البنت الجميلة اللي شبه الحور، لورا. بس أبوها أنطوان ريشي كان حاسس إن في شر بيحصل في غراس
ومش عايز بنته تكون الضحية الجاية للي بيقتل البنات وبيشمهم. وفي صباح يوم ريشي جمع حاجاتهم وسافر من المدينة هو وبنته. ريشي كان بيحاول يخدع القاتل فبعت عربية فاضية في الاتجاه المعاكس، وفي نفس الوقت هو ولورا كانوا راكبين حصان وماشيين ناحية دير معزول. لكن للأسف عليه مناخير جان حست إن ريحة لورا ابتدت تضعف، فهو كمان لم هدومه وابتدى يتبع ريحتها علشان يعرف هي فين بالضبط. وفي جراس كلب شارع بالصدفة شد شعرة من أوضة جان. ودرو لاحظ ده وقعد يحفر في المكان لحد ما لقى هدوم وشعر كل البنات اللي اتقتلوا. بعد شوية ريشي ولورا وصلوا النزل بعيد وحجزوا كل الأوض. ريشي اختار بوضة من غير شباك وقفل بنته فيها طول الليل، بس ده ما وقفش جان اللي كان بيتبع ريحتها ودخل من أوضة الخدم، سرق المفتاح من هناك، وبعدين وصل أخيرا للورا. تاني يوم الصبح ريشي فتح على بنته واتصدم لما اكتشف إنها ماتت. وفي نفس الوقت جان كان في الغابة القريبة وبيخلص بسرعة استخلاص ريحة لورا وضافها لل12 ريحة التانية علشان يخلق العطر النهائي اللي بيخطف الأنفاس. جان كان متحمس جدا وشم البرفيوم، بس فجأة لقى نفسه محاصر من البوليس. كانوا لقوا كل الأدلة اللي تدينه بقتل البنات. اتقبض عليه فورا، بس هو حب البرفيوم في جيبه. وبعد أسابيع كان المفروض يتم تقديم جان في احتفال عام قدام كل سكان جراس. واحد من أعضاء المجلس ومجموعة من الحراس دخلوا علشان يخرجوه من الزنزانة، بس أول ما قربوا منه فتح إزازة البرفيوم وكان ناوي على حاجة شيطانية. والمشهد اتغير فجأة وظهر جان في الاحتفال العام لابس لبس غالي من القطيفة وحط شوية من العطر السحري على رقبته. وأول ما الناس حواليه شموه ركعوا كلهم على الأرض. الناس اتذهلت من مجرد وجوده. جان مشي ناحية المسرح اللي كان المفروض يتجلد عليه قدام الكل، لكن ريحته كانت ساشرة لدرجة إن الجلاد أعلن براءته فورا. بعد كده جان حط شوية من البرفيوم على منديل وابتدى يلوح بيه علشان الريحة تنتشر. الناس كلها دخلت في حالة من النشوة المطلقة لدرجة إن الأسقف أعلن إن جان ملاك من السماء. الوحيد اللي ما تأثرش كان ريشي اللي واقف على بلكونة الريحة ما وصلتلوش لسه. جان بعدها سيب المنديل يطير مع الهوا، ولما نزل وسط الناس الكل فقد عقله وابتدوا كلهم يدخلوا في حفلة جنسية مجنونة. جان كمان تخيل نفسه مع الست بتاعة الباركور وفهم إنه عمره ما عرف الحب الحقيقي. في اللحظة دي ريشي طلع فوق منصة الإعدام علشان يخلص عليه بنفسه، بس هو كمان اتغلب عليه تأثير البرفيوم وركع على ركبته ونادى على جان. بعد كام ساعة الناس فوقت وغرقت في إحساس بالعار، وجان اختفى من المكان، ودرو هو اللي اتقبض عليه بدلا منه علشان هدوم البنات وشعرهم كانوا في ورشته. اتعذب لمدة 14 ساعة وفي الآخر اضطر يعترف بجريمة ما عملهاش. في الوقت ده جان رجع لسور السمك اللي اتولد فيه. كان غرقان في الحزن وعارف إن حياته كلها عدت من غير ما يدوق الحب. وقف في نص الشارع وفرغ إزازة البارفيوم كلها على راسه. الريحة كانت قوية جدا لدرجة إن الناس هجمت عليه من كل حتة، اتجمعوا عليه وأكلوه حي وهم متجننين من ريحته. تاني يوم الصبح اللي كان باقي من جان مجرد هدوم ونقطة من البارفيوم. فيلم النهاردة برفيوم The Story of a Murderer. وبكده نكون وصلنا لنهاية الرحلة مع جان الراجل اللي شم كل حاجة إلا ريحة الحب. لو عجبتك الحكاية ما تنساش تسيب بصمتك وتستناني في حكاية جديدة من قلب كليبزو، المكان اللي كل لقطة فيه ليها ريحة حكاية.